زمان لما كنت ببقى ماشيه في الشارع كنت بمشي مكشره كده. بصوا المنظر، بصوا الخلقه، اقسم بالله تقطع الخامله من البيت فعلا. فانت دايما اغلب الناس كده وكلنا كده، يعني اغلبنا كده بيبقى ماشي عمال يفكر في المشاكل بتاعت حياته، وعمال يفكر في الموضوع ده وده وده وده، فتبص تلاقي بقى الرياكشن بتاع وشه كده اهو. فاللي هو ايه ده؟ طب الناس ذنبها ايه لما تقعد تفكر مع نفسك كده؟ هي الناس ذنبها ايه تشوف الخلقه الكئيبه دي وتكتئب اكتر عنها؟ كلنا يعني ماشيين بالعلاج، ابوس ايدك امشي بتضحك يعني، فامشي اضحك. مش لو إيه كده الناس هيقولوا عليك عبيط، حتى لو قالوا عليك عبيط مفيش اي مشكله خالص، كمل جو اون ما توقفش. المهم تكون انت حتى على الاقل بتدي رساله للي قدامك ان هو يتفائل نوعا ما. وبعدين الناس لما تيجي تشوفك بقى وانت مبتسم كده في عز الخنقه وفي عز الحر والدنيا كده، ايه الله، شايف؟ هي دي الناس اللي مبسوطه في حياتها وهي دي الناس الجميله. ويقولوا ايه بقى ده ولع معاه، وهي فعلا بتبقى ولع معاك بس من الناحيه التانيه، بس عادي عادي مفيش اي مشكله، كمل كمل واضحك كده. غسل سنانك بسيجنال 2 خلي شعارك طول ما انت ماشي شعار ايه؟ غاسل سنانه بسيجنال 2 كده، زي رياض المنفلوط، زي فيلم الليمبي كده. فابتسموا وما تكتئبوش عشان ما تجيبوش كآبة للناس اللي حواليك، وانتوا كمان هتكتئبوا ذات نفسكم. لا، كل ما تفتكر حاجة افتكر كده ان شاء الله بإذن الله هتتحل. خير 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 ان شاء الله. طول ما انت ماشي كده فكر نفسك عشان في نفس الوقت ما تكتئبش. اللي يشوفني وانا بضحك دلوقتي ما يشوفنيش من 3 دقايق بالظبط وواحد لسه خابط لي عربيتي وموقع لي الاكسدون بتاعها. وقبلها بيومين، قبلها بيومين واحد ركن على عربيتي ريحت عليا راح مطبق لي الكبوت، اقسم بالله. وقبلها ب3 ايام بخرج كده ما بين عربيتين كانوا مزنقين عليا، قلت خلاص انا خرجت منهم، راح جاي تيك خبط لي الاكسدون. تخيلوا بقى اللي بتضحك دي اتعمل فيها كل ده. والله العظيم ماشيه العربيه مكسره، قلت مش هصلح حاجه، لسه كمان فيها شويه حاجات كمان عايزه تتصلح، ماشيه بتسقف وانا ماشيه اقسم بالله. بس هنعمل ايه؟ نصيب وقضاء وقدر، الحمد لله على كل حاجه. هي لا التكشيره هتزود ولا هتنقص ولا هتعمل اي حاجه، كله ماشي، مش عايشين الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله انا ما جاتش في حاجه تانية. انا ليه بقول كده؟ عشان ممكن لو حصل لك اي مشكله او اي حاجه وتفضل تقول هتتحل ازاي، يا عم سيبها على الله، بكره يجي لها رزقها وبكره يجي لها فلوسها وتصرف وتعمل اللي انت عايزه وتصلح في اي حاجه ايا كانت. تمام. انا كاتمه نفسي في العربيه بقى، جو حر، بصوا يعني حاجه الحمد لله. يلا السلام عليكم، ولع معاك